كلمتكم المرة اللي فاتت عن أرميا النبي. أريد أني أكلمكم اليوم عن أيوب الصديق. أنا فاكر أن أنا اتكلمت عن أيوب سنة 63، لكن ما أظنش أن اللي حضروا معايا في سنة 63 لسه فاكرين الكلام لحد دلوقتي، ومش كلكم كنتوا موجودين سنة 63. طبعا الستات اللي موجودين ما كانوش اتولدوا ساعتها، او كانوا صغيرين خالص، يعني مش في سن الوعي. ايه حكاية ايوب؟ ايه حكاية ايوب الصديق؟ ايوب الصديق عاش في الفترة ما بين نوح وإبراهيم. عاش في الفترة بين نوح وإبراهيم. واضح كده. ليه بقى؟ من أول ما عرفوا الأنساب بتاعة الأسباط واتكلموا عنها ما جابوش سير عن أيوب ده خالص، مما يدل على أنه كان قبل كده. ثانيا، من واقع عمره لما نشوف الإصحاح الأخير نلاقيه بيقول إنه عاش بعد التجربة 140 سنة، وهو كان شيخ أثناء التجربة. فيبقى لو كان عمره 70 و140 يبقى 210، يبقى أكبر من سن إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إبراهيم عاش 175 سنة، وإسحاق 180، ويعقوب 147، وده عاش 210، يبقى أكبر منه. ثالثا، في كل كلامه لم يستشهد بأحد في السن اللي بعد كده، يعني في الفترة اللي بعد كده. المهم، أيوب بيقول كان رجلا كاملا ومستقيما يتقي الله ويحيد عن الشر، وكان أغنى واحد في بني المشرق. فدي برضو نقطة كويسة، إن مش كل الأغنياء بعاد عن ربنا. يعني الآية اللي بتقول إن ما أصعب دخول الأغنياء ملكوت السماوات، ودخول جمل من ثقب إبرة أسهل، مش على كل الأغنياء. فأيوب كان رجلا غنيا وأغنى الناس في أيامه، وكان رجلا كاملا ومستقيما يتقى الله ويحيد عن الشر. الكلام ده بشهادة الرب نفسه. كمان مما يدل على أن إبراهيم عاش في عهود الآباء الأولى أنه كان كاهن الأسرة. كان كاهن الأسرة. بيقول إن كان الأولاد بيجتمعوا كل أسبوع مع بعض، ولما جرت أيام الوليمة أن أيوب أرسل فقدسهم وبكر في الغد وأصعد محرقات على عددهم كلهم. كان زمان الأب هو كاهن الأسرة قبل أن ينشأ الكهنوت الهاروني ويصبح الكهنة من أولاد هارون. فهو قول إن هو بيصعد محرقات عن أولاده، يبقى في العهد اللي كان فيه الأب هو كاهن الأسرة، زي ما إبراهيم كان هو كاهن الأسرة، وزي ما إسحاق، وزي ما يعقوب، وكل دول كانوا بيقدموا ذبائح وبيقدموا محرقات عن أولادهم. فكذلك فعل أيوب، كان عايش في نفس هذا الزمن. المهم، جات له التجربة من الشيطان. الشيطان حسد أيوب واشتكى عليه، يعني تذمر عليه واشتكاه لربنا. دي حسد الشياطين، دي حاجة اسمها حسد الشياطين.
لما شيطان يلاقي واحد كويس وماشي في سلام الله يقر عليه، يحاول يشوف له تهمة ويلزقها له، يحاول يجربه بطريقة. الشيطان يكره انه يجد انسان كويس فيجربه. طب ليه جربه الشيطان؟ الحكاية دي هي اللي هنرد عليها. وايه مشكلة ايوب وايه التجربة بتاعته؟ بيقول حينما كانوا بنى الله واقفين قصاد ربنا. كلمة بنوا الله يعني هنا الملائكة، يعني الملائكة اتسموا ان هم ابناء الله. جه الشيطان واندس وسطيهم، فربنا سأله قال له من اين جئت؟ اجاب الشيطان للرب وقال من الجولان في الارض والتمشي فيها. طبعا بيجول في الارض ويتمشى فيها علشان يشوف له صيدة، يشوف له واحد يعكنن عليه، يشوف له واحد يجيب له تجربة، يشوف له واحد يحط له فكر خاطئ في اي حاجة. طريقته الجولان في الارض والتمشي فيها، ودي تخليكم تخافوا برضو من الجولان في الارض والتمشي فيها. الناس الروحانيين بيقعدوا معتكفين في حتة كده كويسين، واللي بيشتغلوا في الجولان في الارض والتمشي فيها ان ما جاتلوش خطية من هنا تجيله خطية من هناك من بعيد زي ما يجي. بس لازم الواحد يحفظ نفسه اثناء الجولان في الارض والتمشي فيها. فربنا قال له هل جعلت قلبك على عبدي ايوب لان ليس مثله رجل كامل ومستقيم. كلمة هل جعلت قلبك على عبدي ايوب سؤال من ربنا، مش مقصود به السؤال. ربنا عارف الجواب طبعا، لكن عايز يكشفه، يخليه يقول ايه اللي حصل، يقول له عملت ايه بالظبط. سؤال ليس مقصود به المعرفة. زي مثلا لما ربنا سأل قايين قال له اين هابيل اخوك؟ ربنا كان عارف ان هو قتل هابيل اخوه، بدليل ان قال له ملعون انت من الارض التي فتحت فاها لتقبل دم اخيك من يدك. صوت دم اخيك صاعد الي من الارض. لكن مش كل سؤال معناه عدم المعرفة. زي السيد المسيح لما سأل تلاميذه ماذا يقول الناس عني اني انا، هو عارف هو الناس بيقولوا ايه. وزي ما سأله مع العازر قال لهم اين وضعتموه، هو كان عارف حاطينه فين. اللي كان عارف روحه موجودة فين وهيجيبها مش عارف جسده موجود فين. فليس كل سؤال معناه المعرفة، انما بيسأله علشان يطلع اللي جواه. وطبعا ربنا عارف اللي جواه بس عايزه يقر. الشيطان قال له هل مجانا يتقي ايوب الله؟ أليس لأنك أنت سيكت حوله وحول بيته وحول كل ماله من كل ناحية وباركت عمل يديه وانتشرت مواشيه في الأرض، لكن ابسط يدك عليه وعن كل ماله في وجهك يجدف عليك. طبعا الشيطان كذاب، قال له في وجهك يجدف عليك، وهو لا جدف عليه ولا حاجة. لكن الشيطان كذاب بس عايز حيلة، قال له شيل منه كل أمواله هيجدف عليك. العادي في ربنا ان ربنا بيعطي الفرص لكل حد حتى للشيطان. مبدأ تكافؤ الفرص عند ربنا، بيدي الفرص لكل حد حتى الشيطان. اداله فرصة يقف قدامه، اداله فرصة يكلم الله نفسه، اداله فرصة يجرب ايوب. الشيطان اشتكى على ايوب، قال لربنا اديك اديته كل حاجة مبسوطة يغلط ليه؟ شيل منه المال اللي عنده وهو في وجهك يجدف عليك. ربنا قال له طب اهو قصادك، مد ايدك الى كل ماله ولكن اليه هو شخصيا لا تمد يدك.
دي معناها ايه؟ معناها ان الشيطان محدود في عمله، لا يستطيع ان يعمل كما يشاء. فانتوا ما تخافوش من الشيطان. الله ضابط الكل، ومن ضمن الكل اللي بيضبطهم الشيطان برضه. ده لو ربنا ساب الشيطان يعمل زي ما هو عايز كان خرب الدنيا دي كلها، بدليل انه في وقت من الاوقات اداله حرية في العهد القديم، خلى العالم كله تقريبا بيعبد الاصنام. ربنا بيدي الشيطان برضه فرصة، لكن ماسكه في ايده يقول له لحد كده ما تتحركش زيادة. قال له طيب اهو صادق ايوب، اعمل زي ما انت عايز في املاكه، لكن ما تمدش ايدك ليه. حاجة عجيبة، الشيطان ابتدى يعمل اعمال عجيبة جدا. ايوب يا عين مسكين، كل شوية واحد يجيله ويخبره بمصيبة من المصايب. في ناس كده مساكين، كل شوية يجيله واحد يقول له ها ما درتش حصلت المصيبة الفلانية، بعد شوية ها ما درتش حصلت المصيبة الفلانية. فكل الناس بقوا يقولوا. واحد قال له البقر كانت بتحرس، والقطن اللي هي امرأة الحمار، أنثى الحمار يعني، والقطن ترعى بجانبها، فسقط عليها السبائيون وأخذوها. واحد وهو بيتكلم قال له الكلدانيون عينوا 3 فرق وهجموا على الجمال وأخذوها وضربوا الغلمان بحد السيف. وجه واحد قال له أولادك وبناتك جات ريح شديدة صدمت زوايا البيت وماتوا. واحد قال له إن نزلت نار وسقطت وأحرقت الغنم والغلمان. كل دول داعوا السبائيون أخذوا اللي أخذوه، والكلدانيون أخذوا اللي أخذوه. لكن لما أيوب سمع الكلام ده قال الله أعطى الله أخذ ليكن اسم الرب مباركا. ما قالش الكلدانيون أخذوا وما قالش السبائيون أخذوا، قال الله أعطى والله أخذ. دي إيمان الإنسان اللي ما يعتبرش إن ليه أعداء بيقدروا عليه. هو بيقول اللي خدوه من الأعداء دول مش هم اللي خدوه، ربنا هو اللي أخذ. لولا إن ربنا سمح ما كانش حصل كده. دي تديك درس إنك أنت لا تظن إن في ناس لهم سلطان عليك ولا شياطين ليهم سلطان عليك، إنما السلطان جاي من ربنا وهو اللي سمح بكده. ولو ما كانش سمح ما كانش حصل. زي القديس الأنبا أنطونيوس الكبير وهو موجود في المقبرة اللي كان عايش فيها، جم الشياطين في هيئة وحوش مفترسة، اللي بيزقر واللي بيعمل أصوات مزعجة وكأنهم هيفترسوه. فقال لهم كلمة لطيفة جدا، قال لهم لو كان الله أعطاكم سلطانا علي، مين أنا اللي أقاوم ربنا؟ لو كان ربنا ما أعطاكمش السلطان ولا واحد فيكم هيقدر عليا. وابتدى يقول مزاميره. يبقى أنت ما تحطش في مخك إن حد ليه سلطان عليك. اللي بيعتدي عليك لولا إن ربنا سمح بكده ما كانش اعتدى. طبعا هيعتدي وهيعاقب ربنا يعني. وبهذا تعيش في سلام. ربنا إذا كان سمح فهو اللي يقدر يستر، وهو اللي يقدر يحفظ، وهو اللي يقدر ينجي. أيوب قام ومزق جبته وجزد شعر رأسه
وخر على الأرض وسجد وقال: عريانا خرجت من بطن أمي، عريانا أعود إلى هناك. الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. في كل هذا لم يخطئ أيوب ولم ينسب لله حماقة. طبعا هو قال الرب أخذ وهو بيتمزق من جوه، بيتمزق من جوه بس مش عايز يغلط. ده لما واحد بيكون عنده كلب ولا قط وتموت بيحزن عليها، أمال 7 أولاد يموتوا في يوم واحد و3 بنات معاهم يموتوا في يوم واحد، 10 من بنيه وبناته يموتوا في يوم واحد، مين يستطيع أن يحتمل ليه؟ هو طبعا مزع هدومه وسجد على الأرض وقال ربنا أعطى وربنا أخذ. درس عجيب. الشيطان برضو شيطان، مفيش فايدة فيه. مش كفاية ضيع العيال وضيع الغنم وضيع البقر وضيع الجمال وضيع القطن، عايز يضيع الراجل نفسه. مرضه ما بيتكسفش، مش معناه انه دخل في التجربة وما نفعتش ما بيتكسفش. ربنا واقف مع اولاده برضه، وجه الشيطان وسطيهم. جيت منين؟ من الجولان والارض في التمشي فيها. شفت عبدي ايوب راجل كامل ومستقيم. قال له ايه يعني؟ الغنى فارج عنه والبيوت فارج عنه، لكن لو مسيته هو شخصيا يجندف عليك. طب ما انت قلتها قبل كده وطلع على تجنيف ولا حاجه. ما بيتكسفش. لو واحد فيكم يفكر الشيطان بيتكسف يبقى ما فهمش الشيطان لسه. ما بيتكسفش ابدا وما ييأسش. يعني اهو جرب المسيح نفسه ولا انكسف ولا يئس. ربنا قال له للآن أيوب متمسك بكماله. قال له ايه يعني؟ ابسط الآن يدك ومس عظمه ولحمه فإنه في وجهك بيلدف عليك. ربنا قال له طب ما فيش مانع، مس جسده وعظمه، بس ما تمسش نفسه، ما تمسش عقله، ما تمسش روحه من جوه. برضو ربنا بيضع حدود لتجربة الشر. وجه الشيطان خرج وضرب أيوب بقرح رديء من باطن قدميه إلى هامته، من آخر صباع في رجله لراسه. وأيوب قعد على التراب ومسك الشاية يحك بيها جسمه. مراته قالت له إلى الآن أنت متمسك بكمالك، جدف على بارك الرب وموت. قال لها تتكلمين كلاما كإحدى الجاهلات، السير من الله نقبل والشر لا نقبل. في كل هذا لم يخطئ أيوب بشفتيه. صحيح قلبه كان متمسك من جوه لكن ما غلطش. ودي توري برضو ان الراجل لو مراته قادته للشر ما يخضعش ليها. صحيح مراته وحبيبته ولحمه وعظمه، لكن لو غلطت يطاع الله أكثر من الناس. من أحب زوجة أكثر مني فلا يستحقني. المسيح قال كده. قال لها تتكلمين كلاما كإحدى الجاهلات، زي العذار الجاهلات. وبرضه ما قالهاش كلام جديد. يعني ايه كإحدى الجاهلات؟ يعني تمر، لأن هي الكلام اللي قالته له أصعب من كده. إلى هنا التجربة بلغت القمة بتاعتها. أيوب ليه أصحاب 3، اليفاز التيماني وبلدد الشوحي وسوفر النعماني، جم علشان يعزوه، وأول ما لقوه في المرض وبيحك جسمه بشقفة مزقوا ثيابهم وقعدوا على التراب جنبه.
أسبوع ما قدروش يكلموه، لأن كآبته كانت شديدة جدا. كل اللي قلناه ده هو المقدمة، لكن الجد هو اللي جاي بعدين. مهما كان أيوب ده إنسان وليه مشاعر الإنسان تعب، وكانت كآبته عظيمة جدا. إيه مشكلة أيوب؟ وليه ربنا سمح بتجربة أيوب؟ أيوب كان رجل كامل ومستقيم، وكان غني وبيوزع على الفقراء بشكل غير معقول. لا ترك أرملة ولا يتيم إلا وعطف عليه، وكان إنسان محترم جدا وسط الناس، وكان رجلا بارا. طب إيه مشكلته؟ مشكلة أيوب تتلخص في جملة واحدة: كان رجلا بارا ويعرف عن نفسه أنه بار. كان رجلا بارا ويعرف عن نفسه أنه بار، لذلك كان بارا في عيني نفسه. صحيح ما غلطش، ما وقعش في أي خطية من الخطايا، لكن رجل كامل، وكان يعرف عن نفسه أنه كامل. فربنا حب ينجيه من هذا الشعور بالبر والكمال. وكان راجل محترم جدا وغني جدا وطيب جدا وحلين جدا وشاعر بكده. فربنا قال: أنا سوف أجرده من كل شيء وأوقفه كده، زي ما قال: عريانا خرجت من بطن أمي بلا شيء. أجرده من المركز اللي جايب له شعور بالقوة، أجرده من الغنى، أجرده من الأولاد، من البنات، حتى من احترام مراته ليه، من احترام عبده وخدامه ليه، واسيبه كده على البلاطة على الآخر، لكي أنقيه في الداخل من الشعور بالبر، من الشعور بكمال. بس كان تجريد صعب، ليس كل واحد يقدر عليه. علشان أخليكم تعرفوا التجريد الكامل ده، أوريكم إيه اللي قالوا أيوب عن نفسه في هذا التجريد. شوفوا قال إيه في إصحاح 19: أن أبعد عني إخوتي ومعارفي زاهوا مني. اللي بيعرفوه بعدوا عنه، ما بقوش يبصوا له. معارفي زاهوا مني، أقاربي قد خذلوني، والذين عرفوني نسوني. واللي كانوا بيعرفوه قبل كده نسوه، وقرايبه واصحابه تركوه. نزلاء بيتي وإمائي يحسبونني أجنبيا، بيعتبر كأنه أجنبي أو غريب في بيته، مفيش حد معبره، كأنه مش منهم. صرت في أعينهم غريبا، خممت عند أبناء أحشائي، الأولاد أيضا قد رزلوني. عبدي دعوت فلم يجب، بفمي تضرعت إليه. إن حب يطلب حاجة من العبد بتاعه يسأله وما يردش عليه، بفمي تضرعت إليه، بيتوسل إليه. نكهتي مكروهة عند امرأتي، صارت ريحته مكروهة عند امرأته، لأن القرح الرديئة دي خلى جسمه كأنه منتن أو معفن. حتى امرأته: الأولاد أيضا قد رزلوني، إذا كنت يتكلمون علي.
تريهني كل رجالي، والذين أحببتهم انقلبوا علي. مين يقدر يعمل كده؟ مين يقدر على كل ده؟ أحسن تفتكروا تجربة أيوب، ضاع الأولاد والغنى والبيوت، لا وضاعت الصحة وضاعت الكرامة، وأصبح واقف كده: عظمي لصق بجلدي ولحمي. عشان كده قال لأصحابه: تراءفوا تراءفوا أنتم علي يا أصحابي، لأن يد الله قد مستني. ليست المشكلة فقط ما حدث له من تجربة وإنه جرد من كل شيء وبقي كده لا يهتم به أحد، إنما أصحابه جم عليه برضه. هنشوفها إزاي. لذلك أيوب بعد الحاجات دي، بعد ما أصحابه قعدوا أسبوع معاه ومش قادرين يكلموه، فتح فمه أخيرا وسب يومه. قال إيه؟ ليته هلك اليوم الذي ولدت فيه، والليل الذي قال قد حبل برجل. ليكن ذلك اليوم ظلاما لا يعتني به الله من فوق ولا يشرق عليه نهار، إلى آخره. وبعدين قال: لما لم أمت من الرحم؟ ليه ما متش لما خرجت من بطن أمي؟ كنت أستريح مما أنا فيه. لعن يومه. أصحابه بقى دول جايين يعزوه وشقوا ثيابهم وقعدوا على التراب، لكن هم قلبهم مش تمام، تعبوه أكتر من التجربة. كل واحد يقول له كلمتين. ايه الكلام اللي يقولوه؟ ابتدى أليفاز التيماني يقول له: إن امتحن أحد كلمة معك هل تستاء؟ إن حبيت أكلمك بصراحة تزعل؟ لا ما زعلش، اتفضل اتكلم. قال له: في واحد بار ويجرى له الكلام ده؟ مش ممكن تحصل الحاجات دي إلا للخطاة. يا حبيبي عندك كلمة طيبة قولها، ما عندكش كلمة طيبة اسكت. وإيه المهم؟ يقولوا الكلام ويحاولوا يثبتوه بالمعاني اللاهوتية، يثبتوه بكلام ربنا، يثبتوه بمشيئة الله. كلام صعب. طب كفاية الغلب اللي أنا فيه، ما تسكتوا انتوا. لا، شوف هقول لك على حاجة. انت أرشدت كثيرين وشددت أيادي مرتخية. الآن لما تيجي عليك المشكلة والمشكلة تتضجر، إذا مسك ارتعت. أين أبيد المستقيمون؟ إن الحارسين إثما والزارعين شقاوة يحصدونها. اللي بيزرع الخطية بيحصد نتيجتها. الله، طب انت تعرف عنه ايه خطية؟ دي مشكلة بقى. ابتدوا يهيجوه بالكلام. اللي بيزرع خطية ايه؟ بيحصدها. وبيتكلموا كمان كلام حكمة. يعني هل الإنسان أبر من الله؟ هو ذا عبيده لا يأتمنهم وهو ملائكته ينسب حماقة. إذا كان ربنا إلى ملائكته ينسب حماقة، تبقى تطلع أنت إيه يا حضرة الأيوب؟ وبعدين يقولوا له: ادعوا الآن سهلتها من مجيب. إلى أي القديسين تلتفت؟ إن البلية لا تخرج من التراب. ربنا هو الآخذ الحكماء بحيلتهم. وبعدين يقولوا له: هو ذا طوبى لرجل يؤدبه الله، فلا ترفض تأديب القدير. انت رجل خاطي، ولولا الخطية ما كانش حصل لك كده، فيعني اقبل تأديب الله ليك.
ولا ترفض التأديب. ده كلام. دول اصحابه اللي جايين يعزوه. وبعدين ايوب تعبان بيقول اهوال الله مصطفى ضمدي، سهام القدير فيا، ما هي قوتي؟ هل قوتي مثل الحجارة؟ وابتدى يعاتب ربنا. يقول فهموني في أي شيء ضللت. ما أشد الكلام. هل تحفرون حفرة لصاحبكم؟ هل في لساني ظلم؟ قولوا لي أنا عملت إيه؟ ابتدى يتعاتب مع ربنا، يقول له كف عني فأتبلد قليلا، ارفع ايدك من علي علشان اخد نفسي، انا تعبان مش قادر. يقول له لماذا لا تتركني ولا ترثيني لكي أبلع ريقي؟ فأخطأت، ماذا أفعل لك يا رقيب الناس؟ لماذا لا تغفر ذنبي؟ ربنا ما بيزعلش من العتاب، وربنا ما جابلوش التجربة دي علشان هو خاطي، ده جابله التجربة دي الشيطان بيتحدى، قال له طب خد راحتك معاه لكي يظهر كماله. بندد الشوحي وقف له، قال له ايه؟ قال له ايه اللي بتقوله الكلام ده؟ هل الله يعوج القضاء؟ إذ أخطأ إليه بنوك دفعهم إلى معصيتهم، ولادك غلطوا رماهم في العقوبة دي. الله، انت يا عم شفتهم بيخطوا لكن بيستنتج. ما أصعب الكلام الذي يستنتجه الناس. واحد ربنا يسمح له بتجربة، بدل ما يجي يطيبوا خاطره يقولوا له لولا انك خاطي ما كانش ربنا عمل معاك كده. هو ربنا عمل معاك كده من قليل؟ ده انت عملت وسويت، ده لسه الكلام اللي هيجي صعب قوي. يقول له ان كنت انت ذاك مستقيم ما كانش يحصل لك كده. اسأل القرون الاولى، دور في التاريخ وشوف. هكذا سبل كل الناسين الله، ورجاء الفاجر يخيب. رجاء الفاجر هو أيوب فاجر؟ امال التجربة جات له منين؟ ربنا يسمح للشيطان والشيطان يدق فيه وهم قاعدين يدقوا في الأكتر. هو ذا الله لا يرفض الكامل ولا يأخذ بيد فاعل الشر. يقولوا له ابتدى يتعب أيوب، ابتدى يتعب أيوب ويقول كامل أنا لا أبالي. الله، ابتديت يا أيوب تقول أنا كامل؟ بيقول أنا ما عملتش حاجة، ما فيش أي خطية، هو ربنا اللي قاعد يخبط فيا من غير أي سبب. أنا يا رب عالم أنك أنت لا تبرئني، أنا مستذنب ولو اغتسلت في الثلج ونظفت يدي بالأشناد، فإنك في النقع تغمسني حتى تكرهني ثيابي. فالله هو ليس إنسان مثلي فأجاوبه. فنأتي جميعا إلى المحاكمة، ليس بيننا مصالح يضع يده على كلام. ابتدى بقى بعد ما يعاتب أصحابه ابتدى يعاتب ربنا نفسه، يقول له فهمني، لماذا تستذنبني؟ فهمني لماذا تخاصمني؟ أحسن عندك أن تظلم أن ترزل عمل يديك؟ في علمك أني لست مستذنبا ولا منقذ من يدك. المشكلة إن أصحابه هم اللي جابوا له الفكر ده. ربنا ما قالوش أنت مذنب علشان كده بجيب لك التجربة، لكن أصحابه هم اللي قالوا له. فأول ما قالوا له كده قال طب يا رب فهمني ذنبي، قول لي أنا أخطيت في إيه؟ أنت عارف إن أنا كامل وبتستذنبني، تستذنبني لكي تتبرر أنت؟
إن أخطأت تلاحظني ولا تبرئني من اسمي، إن أذنبت فويل لي، تصطادني كأسد ثم تعود وتتجبر علي. كف عني سأتبلغ قليلا. اوعى تفتكروا لما واحد يقول لربنا كف عني فأتبلغ قليلا، شير علي عايز اخد نفسي، اوعى تفتكروها صعبة. هي باين في الكتاب انها صعبة، لكن هاتوا انسان مثلا في عذاب من سرطان وألم، ممكن يقول كده، ممكن يقول يا رب ارفع ايدك عني شوية خلينا اتنفس، انا مش قادر، انا تعبت. ممكن. وربنا ما زعلش منه لانه كان بيتكلم بصراحة. هو يقول كده، وبعدين سوفر النعماني يقول له ده راجل مهزار، يعني تعلم ان الله يغرمك باقل من اسمك. ده كلام ايه يا رب الصعب ده؟ ربنا بيعاقبك اقل من اسمك، انت تستحق اكثر من كده، هو بس ربنا. وبعدين يقول له شوف، بينصحه يعني، ان ابعدت الاسم الذي في يدك ولا يسكن الظلم في خيمتك، حينئذ ترفع وجهك بلا عيب. ان شلت الظلم اللي عندك وشلت الخطية اللي عندك، يبقى ربنا يكون لك حل تاني. الراجل ما عندوش خطية، ده ربنا سمح له بالتجربة علشان يظهر كماله ويظهر صبره. ابتدى أيوب يتعب من أصحابه وقال لهم صحيح أنكم شعب ومعكم تموت الحكمة، لست أنا دونكم، أنا أفهم زيكم. وممكن أقول، قال لهم كلمة لطيفة، قال لهم كنت أستطيع أن أقول كلاما مثل هذا لو كانت أنفسكم في موضع نفسي. قعدوا يخبطوا فيه، يقول لهم هذا، ابتدى يرد عليهم بعنف، يعني هو ابتدى يعاتب مع ربنا، ابتدى يشتد، ابتدى يعاتب أصحابه، بعدين ابتدى يشتد في الكلام، يقول لهم هذا كله رأته عيني، ما تعرفونه عرفته أنا أيضا، لست دونكم، ولكني أريد أن أكلم القدير وأن أحاكم أمامه. الكلام اللي انتوا بتقولوا ده كله أنا عارفه، لكن أنا عايز ربنا يحاكمني، يقول لي أنا عملت إيه. وبعدين قال لهم انتوا فكركم إن كنتوا هتحابوا الله، عايزين يعني تتمحلسوا لربنا بكلمتين وتوروا له ان هو عادل وانا اللي لازم اخطيت وهو خبطني. مين اللي قال الكلام ده؟ أتقولون لأجل الله ظلما وتتكلمون بالرش من أجله؟ أتحابون وجهه أم عن الله تخاصمون؟ إيه مالكم انتوا بتدافعوا عن ربنا وعايزين تثبتوا ان ربنا عادل وعاقبني من أجل خطاياي؟ انتوا بتتكلموا كلام ظلم. وبعدين قال لربنا ابعد يديك عني ولا ترهبني بهيبتك، ما تخليش هبتك ترعبني، خليني اتكلم معاك بصراحة لان انا تعبان. رجع اليفاز التماني يقول له كلام ظلم برضه، يقول له اسمع، ان فمك يذيع اسمك، ان فمك يستذنبك لا انا، وشفتاك يشهدان عليك. كلام صعب. لغاية لما قال لهم في الآخر معزون متعبون كلكم، هل نهاية لكلام فارغ؟ أنا أيضا أستطيع أن أتكلم مثلكم لو كانت أنفسكم مكان نفسي، وأقدر أقول كلام. الكلام ده كتير ممكن تقروه، أنا بس عايز أختصر الموضوع. بلدد الشوحي بيقول له نعم نور الأشرار ينطفئ. إيه نور الأشرار تنطفئ دي بقى؟ يا جماعة قولوا كلمة طيبة، ده الراجل فيه اللي فيه، تعبان ومتألم ومش طايق، مش قادر ياخد نفسه، وانتوا نازلين عليه. يقول نعم نور الأشرار ينطفئ ولا يضيء لهيب نور، ذكره يبيد من الأرض.
إنما تلك مساكن فاعل الاسم. لدرجة ان ايوب قال لهم: حتى متى تعذبون نفسي وتسحقونني بالكلام؟ هذه 10 مرات اخزيتموني، لم تخجلوا من ان تحقروني، وهبني ضللت، حقا علي تستحق وتستقر ضلالتي. وصفوه فيما بعد بالشر، بالفجور، بالتعب. وبعدين بصينا لقينا اليفاز التيماني يقول له: اسمع، اذا قومت طريقك هل على تقواك يوبخك او يدخل معك في المحكمة؟ أليس شرك عظيما وآثامك لا نهاية لها؟ الله، ده ناس بيقولوا له شرك عظيم وآثامك لا نهاية لها، وهم ما يعرفوش عنه غلط واحد. يقول له ايه؟ لأنك ارتهمت أخاك بلا سبب وسلبت ثياب العراة. شافوا فين الكلام ده؟ خد حتى ثياب العراة. ما أن لم تسقي العطشان، وعن الجوعان منعت خبزا. كل دي اتهامات باطلة، وقاعدين يمسكوا الراجل القديس ده ويتكلموا عليه كلام صعب. الأرامل أرسلتهن خاليات، وذراع اليتامى